اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كيف حالك يا حلوه انت وهي؟ يا رب تكوني بخير ان شاء الله بامر الله. اليوم جينا نديروا مع بعضنا الحمام، وما ادراك ما الحمام. جينا نديروا مع بعضنا الحمام المحشي من المطبخ المصري بطريقه جميله ولذيذه ورائعه، وطعمه بصراحه لذيذ لذيذ لذيذ. هلبة هلبة هلبة. طبعا جاي نقول لكم اليوم بكل اسراره وبكل تكاته، نديروه بطريقه المطاعم ولونه الجميل هذا اللي انتم شايفينه، بشتى تطلعي بيه بنتيجة رائعة وخطيرة. وهيا بينا على الطريقة. عندي الحمام متاعي يا حلوة انتي وهي، جايباتا غسلاتا منظفاتا. ولازم لما تغسلي الحمام لازم تغسليه كويس، لان الحمام ديما يكون زفرته زياده عن الدجاج، يعني ديريه في محلول نقع وتغسليه كويس. شوفوا هني بعد ما غسلتها افصلت الجلد عن الصدر متاع الحمامه باهيه، وفي نفس الوقت ما تقطعيش. حاولي ان انت تفصلي الجلد على اللحمه لكن تبدي محافظه على الجلد. طبعا لو عندنا زي عندي طبعا في حمامه مفرقعه عندي جبتها من عند الراجل، لكن طبعا زي اي ست بيت شاطره تتصرف. اذكري الله وصلي على رسول الله. خيط الطنجرة متاعتي نزلت عليها بملعقة كبيرة من المادة الدهنية اللي هي السمن، ونزلت عليها بالنقاصة متاعت الحمامة والكبدة باهي. قطعتها هيك صغير وقعدت نشوح فيها. لازم تشوحيها كويس لغاية ما تمتص السوائل متاعها باش ما تديرش معاكي زفرة في الحمامة. ونزلت عليها توا بالرز متاعي، ونقعد نشوح في الرز تشويحة جميلة. طبعا يا أمينة الحمامة قداش تاخد رز؟ شوفي حبيبة قلبي، الحمامة تاخد كبشة ايد، هيك كبشة ايدك من الرز، يعني تاخدي كبشة رز في ايدك لكل حمامة. تمام؟ الحمام ينحشش هلبة مش ميتربقش منك. نجيل التوابل متاعتي بتاعت الرز، منكهات الرز متاعتي، ضفت ملعقه صغيره من القرنفل، قصدي ملعقه صغيره من القرفه، رشه بسيطه جدا من القرنفل، ما تكتريش القرنفل، وفلفل اسود، ورشه من جوز الطيب، والملح متاعي هذا هو. ونقعد نشوح فيها هيك يمين في شمال وشمال في يمين كويس جدا جدا لغايه ما تحس الرز تحت ايدك بده يخروش بالشكل هذا يا حلوه انتي وهي. وهننزل عليها توا بالبصل متاعي. اخر حاجه نضيف في البصل. ليش يا امينه ما تضيفيش البصل الاول؟ لو ضفنا البصل الاول هيدبل باهي، لكن بيحتفظ بطعمه، يبدا مسكر هيك وانت تاكلي في الحمامه متاعتك. وتنفع على فكره الخلطه هذه اللي ندير فيها نحشو بيها دجاج، مش بشرط ان انت تحشي بها حمام، تطلع جميله جدا في الدجاج حتى هو باهي. وفقط ونحط لها طاسه شاهي من الميه، يعني فنجان من الميه، ونوطي عليها النار. مش هلبة. نبي الرز هنا يكون تسويته تسويه الا ربع. اوكي، هني بعد نصبت لها شكشكه الميه متاعتي او فنجان الميه متاعتي، وتطلع عليه النار طاب، طفيت عليه وخليته يبرد، لازم يبرد. نجو توا نديروا الميه اللي بنسلقوا فيها الحمام متاعنا. خلي الميه طبعا ضفت عليها بصل، ضفت عليها سفناري، ضفت عليها طماطم، ضفت عليها ورق الغار، ضفت عليها حبهان وفلفل اسود من غير ملح، وخليتها تغلي. نجو الحمامه متاعنا اول حاجه نحشي الرقبه متاعها بالشكل هذا. طبعا انا محوله الركبه مفضيتها مخليتها زي المصران فاضي هيك باش ينحشى بالرز باهي. وحشيت تحت الجلد وحشيت حشتها من داخل، يعني كأنك تحشي في دجاج. وما تكتريش الحشو، لو كترتي الحشو هيفرقع منك راهو. وهنكتفها بالشكل هذا زي ما انتم شايفين هيك. ربطتها وبعدين خديت الجانح متاعها الويتا وراها باش يبدا لون الحمامه تبدا لما تطيب يكون شكلها متناسق، يعني درجة شكلها زي القتيله. ولازم ان انت تفضي الرز من عليها. نحشي الركبه اول حاجه، احنا جبدنا منها الركبه وقعد الجلد متاع الركبه شكلها زي المصران بالشكل هذا. هنحشي البطن وهنحشي تحت الجلد بالشكل هو، وما تكتريش، ووزعي زي لما تحشي في الممبار او تحشي في العصبان، توزعي هيك بالشكل هو، ما تكتريش الحشو وتكتفيها، ديرها رجع لرجل، ما قاعده تتأمر حتى هي ستنا الحمامه. حمامه بيضه صح ولا هيك يقولوا لها؟ يلا ما علينا. الميه بتاعتي غليت هني، وقت ما تغلي توا ننزل بالحمام بتاعي، وتاكدي ان هو نضيف من بره ما فيش عليه رز، بس الشوربه بتاعتك ما تعجنش او المرقه بتاعتك تعجن. ايوه، او ما تنزليها بروحها تتسكر هي الركبه بتاعها. شوفي سبحان الله زي اللي قلت لك، زي الممبار يعني، وزي المصران بالضبط بالشكل هو. وما تحطيهاش فوق بعضها، لو حطيتيه فوق بعضها ما فيش يعني مش هتعطي له مجال ان هو يطيب الرز فيه يفرقع بعدين. لازم ما تحطيش عليه بعضها، تست في هيك ديري في طنجره واسعه بالشكل هدايا باهي. ايوه يا حلوه انت وهي. طبعا عندي حمامه هنايا مفرقعه من عند الراجل،
شفتوا كيف المفرقعه هذه مع طبعا لو بتحطيها بتطيح الرز، لا لفيها بورق الومنيوم ما تخافيش تطيب، وحطيها في المرقه بتاعتك حطيها خرميها هيك بخله الاسنان باش يصير لها تنفس وتطيب، باش المرقه تخش لها من داخل. طبعا هنا يغلي معايا لمده ربع ساعه. بعد ربع ساعه ضفت للملح وهديت عليه النار. لازم تهدي عليه النار، لو خليتيه نار عالية هيفرقع منك، يبي نار هادية. مدة التسوية متاع ساعة إلا ربع. بعد ساعة إلا ربع طفينا عليه. شوفي لي هالجمال، الله الله الله. المرقة متاعته صافية ودسمة وجميلة، المرقة متاعته زي العسل، طعمها خطيرة. تديري بها شوربة خضار، تديري بها اخواتنا المصريين يديروا بها ملوخية، يا محلى الملوخية بالحمام. هذه هي اللي بيقولك ملوخيه بالحمام، الشوربه هي، لكن انا ما درتش بها ملوخيه، درت منها كميه، درت بها لمحمد رسول درت بها شوربه لسان عصفور، وخذت منها مغرفه كملت بها تسويه الرز اللي فضل مني باش ياخذ طعم الشوربه. نجو توا للسر اللي يديروا فيه المحلات باش يطلع لونه ذهبي وجميل زي ما تشوفوا فيه في الافلام هيك والمطاعم، اللي هو كوب من الحليب، تنزل عليه بعصره من الليمون وفلفل اسود، وتدهني بيه الحمامه بتاعتك وعلى الزيت متاعك من غير سمن، انا نقلي فيه في زيت. طبعا الجلده من بره تبدا لونها جميل ورقه زي ما انتي شايفين، خطيره. وهذا كان الشكل النهائي للحمام متاعنا، حمام محشي، حمام مصري محشي بأيادي وتكات ونفس ليبية. يا رب اخواتنا المصريين تكون الطريقة عجبتكم، ويا رب اخواتي في ليبيا حتى هم يكونوا عجبتوا بطريقة الحمام المحشي، لان في هلبة خشوا وطلبوه مني. بنتي بلادي الحلوة الجميلة، وانتي مرة تتابعيني ما تنسيش ان انتي تحطي اللايك ومتابعة للصفحة ومشاركة للفيديو متاعي، وما تنسيش اول مرة لو انتي تتابعيني ان تخشي قناتي على اليوتيوب مطبخ أمنية ويامين تشتركي فيها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في حفظ الله.